بذكر لكم قصة واقعية صارت معي مع أخوكم. أنا كان لي زميل صراحة، وكان موظف حارس أمن، مرتب 1500، له 5 أخوان، فتركوا أمهم، فشالها هذا الشخص، وكان مرتبه 1500 ومستاجر بيت 7000 ريال. والله العظيم يتسلف في الشهر ما يفوق راتبه عشان يجيب علاج السكر لأمه. اي والله عشان يجيب السكر، العلاج حق السكر لأمه. واحد من اللي استلف منهم أنا، يعني قريب منه صراحة. لكن تدرون وش جزاه الله؟ ما تدرون في الدنيا، فما بالك في الآخرة. جاني يوم من الأيام والله ينتفض، تأخر راتبه ما نزل. بعد 3 أيام من الشهر جاني ينتفض، يقول لي بهالمنطق: أبو خالد قلت ايش فيك يا أخوي؟ قال لي: أنا في حسابي 80 مليون. والله 80 مليون، والله 80 مليون. الولد مو بعارف يتكلم، مو بعارف ينطق. مسكته، رحنا أنا وياه البنك. وصلنا البنك، قالوا جيبوا ورقة من الباحثة الإدارية عشان نطلع بيانات الشخص اللي جاية من عند الفلوس. جبنا ورقة من الباحثة الإدارية، طلعوا الحساب، كلموا الشخص هذا، قالوا: انت لك الآن 3 أيام محول مبلغ 80 مليون على حساب الشخص فلان بن فلان بن فلان. قالوا: يا جماعة الخير، أنا إنسان مصاب بالسرطان، ملياردير إماراتي، اخترت 7 أرقام حسابات في الخليج، وضعت في كل رقم 80 مليون وحلال محلل عليه. والله العظيم بهالمنطق، يعني واقع حقيقية لشخص أعرفه جيدا. فشوفوا بر الوالدين وين وصل عشان أمه في الدنيا، فما بالكم بالآخرة. أنا جيت ما أبي أودعكم، إن شاء الله إني ما أودعكم ونكون على لقاء دائم، وأنا ما أحب الوداع، بس حبيت أذكر هالقصة للعظة. وشكرا جزيلا.